السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار حبايب الهير؟ يا رب يكون كله بخير. Hallo meine Freunde, wie geht's dir? Ich hoffe alles gut. رجالة وحبايبنا دفعة الصف الثالث الثانوي عاملين ايه؟ وحشتوني. ايه الاخبار؟ بص بقى النهارده جايين لك بايه؟ بالباقي بتاع الوحده الثانيه عندك. لولي كيتسون الف الوحده ال11 عندك دي النص الثاني. الوحده ال11 مهمه جدا 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 وفيها زي ما تقول الغاز، فهنفكها ان شاء الله مع بعض النهارده ونبسط لك الدنيا خالص. تمام؟ طيب نخش في الموضوع على طول عشان الحصه بتاعتنا يبقى تبقى سيمبل ان شاء الله، وده الهدف بتاعنا، نبسط لك المعلومه والدنيا تكون ملمومه. يلا بينا. قالك هنا عندك حروف جر، حروف جر مكانيه. حروف جر مالها مكانيه. لا غير لي اللون ده. حروف جر مكانيه بنسال عنها بحاجه اسمها فو معناها ايه؟ اين. بالبلدي كده بقول لك اين تكون انت؟ تقول لي في النادي، في الشارع، بين المدرستين، تحت، مش راكب الطيار، بكون في الحته الفلانيه، في او بجانب او بجوار او اعلى او اسفل او امام او خلف. ده كله بقول لك اين تكون انت. قدام المدرسه، والله ده انا ورا النادي، فاهمني؟ ده انا ما بين مش عارف النادي والمستشفى، وهكذا. يبقى انا لما بسالك بفو بترد بمكان، بترد بايه؟ مكان. فالسنه دي عندك حاجه 9 ضمائر صحيح، 9 حروف جر. تمام؟ وفي حرف خدناه في المحاضره اللي فاتت اسمه باي، وقبليه كان مت. فهتلاقي الوحده دي كلها هي تحس ان الكلمات فيها ايه؟ حرفين، 3 حروف، 5 حروف، بس هم يعني بص قصه حزينه مؤلمه، يعني بيعملوا شغل جامد قوي زي قرن الفلفل كده السوداني، الشطه السوداني. طيب معانا بقى هنا ان معناها في، ان ملامس من الجانب، نيبن بجانب، اوف اعلى ملامس، ايبا اعلى غير ملامس، فوع امام، هنطه خلف، ازفيشن ما بين شيئين. يا هير اعمل ايه فيهم؟ بص بقى يا صديقي العزيز، دول حفظ، لازم تبقى عارف معنى كل حرف جر فيهم عشان تحطه في المكان المناسب بتاعه بس، فاهمني؟ يبقى انت عايز تعرف ايه؟ 9 حروف جر. ما تيجي كده نبسطها بقدر المستطاع. انت هتعمل معايا كده تمام؟ الرجاله بتوعي طلابي حبايبي واحنا بنشتغل كده مع بعض. تمام؟ ان معناها في، ان معناها في، ان ملامس من الجانب، بعد كده نيبن بجوار، بعد كده عندك اوف، ايبر اعلى، اوف طبعا اعلى ملامس، ايبر اعلى غير ملامس، فوع امام، هنتر خلف، انتر تحت، ازفيشن ما بين شيئين. تاني يبقى انت اعمل كده ان نيبن اوف ايبا فوع هنتر انتا ازفيشن. يبقى انت عندك ان معناها في، بقول لك انت فين؟ بتقول لي في الاوضه، في الاوضه. تمام؟ طيب بقول لك مثلا وليكن انا كده فين؟ دلوقتي انا بصور في الاستوديو يبقى ان جوه. طب انا كده بالنسبه للشاشه ايه؟ ان ولا نيب ولا ان؟ لا ده انا كده ملامس من الايه؟ من الجانب، يبقى ايه؟ ان. نيبن بجانب، انا كده لما بعدت شويه بقيت بجانب الشاشه. اوف ملامس من الاعلى زي ايدي كده. اقول لك مثلا انا حطيت الكتاب اعلى الايه؟ الترابيزه. تمام؟ الكتاب اعلى القلم دلوقتي ايه؟ اهو اعلى الشاشه او بجانب الشاشه. تمام؟ انت دلوقتي بتكون واقف على الارض فانت اعلى الشاشه. طيب ملامس، يبقى انت في ان ملامس من الجانب، نيبن بجانب، اشتاط اوف ملامس من الاعلى، ايبر اعلى غير ملامس، اعلى غير ملامس زي ايه؟ المروحه فوقيك بس مش لمساك، السحاب. تمام؟ فوقيك بس، الطياره فوقيك برضو بس ايه؟ مش لمساك. او يقول لك دايما في مثال يقول لك الطياره، هو المثال ده دايما بيقابلنا كتير، الطياره بتطير اعلى المدن، فوق غير ملامس ولا ملامس من الاعلى؟ لا ده الطياره بتطير طبعا ايه؟ ايبا دي اشتات اعلى الايه؟ المدن. انطر تحت، فوع امام. انا بالنسبه لك كده فوع، وانت برضو بالنسبه لي فوع، يبقى احنا قصاد ايه؟ قصاد بعض. طب بالنسبه للشاشه كده بالنسبه لي ايه؟ هنتر خلف، شاشه بالنسبه لي خلف. اسفيشن دي اللي فيها تركايه شويه، اسفيشن ما بين شيئين. فانا هنا ما ينفعش اقول لك انا بين الكرسي، هبقى بين الكرسي ازاي؟ فاهمني؟ ما ينفعش اقول لك انا بين المدرسه. ايه بين المدرسه دي؟ لا ما بين المدرستين، ما بين الكرسيين، ما بين محمد وعلي، ما بين عماد والسيد. فاهمني؟ يبقى انت ما بين اي حاجه. طب دي دايما بتيجي معاها ايه؟ كلمه
جمع او كلمتين، كلمة جمع او ايه يعني ايه هير او كلمتين. بقول لك مثلا الاطفال بيلعبوا ما بين الوالدين، كلمة جمع اهي ما بين الوالدين. اقول لك الاطفال بيلعبوا ما بين الاب والام، كلمة وكلمة. يبقى انت عندك كده كلمة سفيشن دايما بتجيب وراها الكلمة جمع بتجيب وراها الكلمة جمع. شطاط. تاني بقى يا مسهل الحال يا رب. يلا بينا يا صديقي اشتغل معايا كده. عايزك بص، عايزك شغال معايا كده، مش عايزك قاعد مريح ولا عامل السرعه على 1.5 وتقول لي في الاخر ما فهمتش. ما انت عشان ايه؟ صباح العسل. فوق معايا الله يرضى عنك كده يا حبيب قلبي. انا عارف اللي انت داخل مزنوق والدنيا بايظه منك خالص. هحاول ابسط لك الدنيا ان شاء الله كده بامر الله. وطول ما انت مع الهير انت والالماني بخير. تاني بقى بس معايا بقى. ها اتفقنا بقى؟ لا فوق لي بقى. ها ان في ان ملامس من الجانب، نيبن بجانب. طيب بعد كده ايه؟ حطيت ايديا على بعض. اوف ايبر هنا اعلى غير ملامس. افتكرها بكلمه اوبر. قول انا بركب الاوبر وبطير فيه يعني اعلى غير ايه؟ ملامس. بركب الاوبر وبطير يعني غير ملامس. يبقى ان نيبن اوف ايبر فوا امام هنتر خلف ازفيشن ما بين شيئين. اتفقنا؟ مش هديها اكتر من كده. انت وقف بقى الفيديو وعيده وزيده عشان الدنيا ما تطولش مننا. طيب المطلوب منك تبقى عارف كل حرف جر ايه دنيته، معناه ايه بس المعنى. وعندك 9 حروف جر لازم تبقى عارف معانيهم. والكلام ده كله بيعمل فين بيعمل ضطيف. ايه هو الضطيف؟ طيب شغلتنا الضطيف. ركز معايا، مش هقول لك بقى روح بص هناك، لا بص لي هنا. قال لك هنا الديع والدص بيتحولوا الى ديم. الى ايه؟ الى ديم. ده في حاله الايه؟ الضطيف. طب يا هير ماشي. وقال لك هنا الدير، لا الدي بقى، لا مؤاخذه يا رجل. ادي الدي هتتحول معايا الى ديع. الدي بتتحول الى ديع. طب والدي الجمع، هيتحول الى دين بلس ان، دين زائد الان. حاسس ان شكلها بايخ قوي صح؟ والله انا حسيتها كده. طيب تعال، ما بستخسرش فيك حاجه عشان انت اخويا الصغير، فما ينفعش ايه تحس ان انت بتتكروت كده او الحاجه مش واضحه قدامك. لا تعالى هنا اهو والدنيا تحلو معانا. ادي الدير وادي الضص وادي الدي وادي الدي الجمع. تمام؟ يبقى ده مذكر محايد مؤنث جمع. اتفقنا؟ برورال الجمع. قال لك هنا الدير والضص بيتحولوا الى حاجه اسمها ديم، في حاله الضطيف. وايه اللي بيعمل الضطيف؟ عندك حرف جر مت بيجي مع الموصلات. عندك حرف اسمه باي، حرف جر اسمه باي معناه عند. عندك حروف الجر 9 اللي احنا لسه واخدينها، دول كلهم بيعملوا ايه؟ ضطيف. لو كلمه اداتها دير او ضص ديم. لو كلمه اداتها دي ديع الدي الجمع دين زائد الان، واتكلمنا في الكلام ده المحاضره اللي فاتت. دين زائد الان عامله ازاي؟ ده الضطيف. وده شغلك طول السنه. انت عندك تشيل الضطيف يشيلك ويحطك، تلاقي اكوزاتيف ترجع للضطيف تاني. قصه كده ايه 1 2 المنهج هو شغال عندك ضطيف واكوزاتيف. ده بيتوقف على ايه؟ على حفظك للارتكل بتاع الكلمه. انت ممكن جاي لي 100% هير، ده انا شفت الجرامر مره واثنين وثلاثه وذاكرته هنا منصه وهنا يوتيوب وهنا عند الهير الفلاني، تمام؟ بس ما حفظتش كلمات ولا ليه لازمه. اقسم لك بالله ولا ليه لازمه. لو انت تعرف تقف مكاني كده وتشرح المنهج كله ومش حافظ كلمات ولا اي حاجه. طب واحد بقى حافظ الكلمات، واحد مهندل نفسه، واحد ما كانش بيسيب اللغه طول ما هو شغال طول السنه. لا والله الكلام ايه هير. طب انا واقع في درسين حبيب قلبي، اتفضل خش هنا، تعالى السنتر. الدنيا بسيطه فاهمني. لكن طول ما انت معكش كلمات فالدنيا بتتسوح منك. فربنا معاك يا صديقي العزيز.
طيب يبقى انا عايز اعرف ادوات الاستفهام والحروف الجر دي بتعمل ضطيف اللي احنا لسه قايلينه. قال لك مايني شو ليه مدرستي، بيقول لك هنا ايه مدرستي بتكون نقط اينم كيلو. مدرستي بتكون بجوار السينما، تحت السينما، في السينما، ما بين السينما. واحد قال لي طب ليه ما ينفعش ما بين بقى بتيجي بعديها كلمه جمع او كلمتين، ما ينفعش اقول ما بين السينما هتبقى نيبن. اللي بعده داس كرانكن هاوس است ديا بوست، بقول لك هنا المستشفى بتكون نقط بوسطه، في البوسطه، امام البوسطه، خلف تحت البوسطه، اسفيشن ما بين البوسطه. بديهيات صح؟ في ده لو انت عارف. بقول لك بدايات ورايح اقول لك في قصه حزينه مؤلمه. احنا في اواخر رمضان تقريبا، بكره ان شاء الله الوقفه، فانا بصور لك المحاضره دي في الوقت ده، فتقريبا الصيام بتاع الصبح حامل عملي. طيب das Bett ist نقط dem Krankenschrank، بقول لك السرير بيكون ايبا اعلى غير ملامس، نيبن بجوار، سفيشن ما بين فيه، فما ينفعش اقول السرير في الدولاب بجانب. يبقى انت هو الحوار لو حافظ لي 9 حروف جر بالنسبه لك حوار اهبل اقسم بالله. ايه هير ده امام وده خلف وبتاع، فاهمني؟ طيب das Fahrrad steht neben انت اوبر، دي عايزه نقطتين، سفيشن ديم اوتو. فانا بقول لك واقفه بجوار بجانب السياره، تحت السياره، ليه العجله ايه اللي هتركن تحت السياره، اعلى غير ملامس، ليه سفيشن ما بين نيبن. دي كاتس سيتس ديم شرايبتش، القطه تجلس نقط منضده، تحت الى في اعلى غير ملامس. طبعا كلام واضح بقى يعني، خلاص الدنيا ماشيه معاك كويس ان شاء الله. يعني اخر سؤال وننزل على اللي بعده عشان المحاضره تبقى على الهادي شويه معاك، لان المحاضرات اللي فاتت بحل كتير بحس ان الدنيا بتطول منك. ساره ليك وفكرتها بسيطه، ما مش مستاهل. ساره ليكت بت في السرير، ان ملامس، لا ده ان ملامس دي لو انا بقول مثلا الساعه على الحائط على ايه يبقى ملامس من الجانب، فاهمني؟ لكن دي هنا ايه ام في السرير. ماشي. اوكي يبقى انت عندك اتكلمنا في ايه؟ في حروف جر بتعمل لطيف وهم 9. ان نتكلم بقى ان نيبن اوف فوا هنتر انتر اسفيشن، ونسيت واحده اللي هي اسمها ايبر اعلى غير ملامس. تاني يبقى عايز اقول في ان ملامس من الجانب، ان اعلى ملامس، اوف اعلى غير ملامس، ايبر امام، فوا خلف، هنتر اسفل او تحت، انتر ما بين شيئين اسفيشن. يبقى انت عندك 9 قصه حزينه مؤلمه، عندك 9 حروف جر بسال عنهم بفو، 9 حروف جر بتسال عنهم بايه؟ بفو، بيعملوا ضطيف. ايه الضطيف؟ الدير والضص بيحولهم الى ديم، جدع برافو عليك سامعك، ودي بتتحول الى ديع. طب ودي الجمع دين بلس ان، اشطاط يا هير. ايه بقى ده؟ بيقول لك في حاجه اسمها ناخ بمعنى الى، ماشي اعمل ايه؟ في حاجه تسوق بمعنى الى ايه؟ وفي حاجه اسمها ان بمعنى الى، لا واحده. هو انا عشان انا هير يعني ما حضرتش من اول السنه، فانت بتاخدني على قد عقلي. بص هو انت كده هبل، فاهمني؟ اخواتي طبعا تمام، الناس اللي عندي في السنتر عارفه الكلام ده ما بيننا، ده اخواتي الصغيرين. طيب فانت عندك هنا في 3 حروف جر فعلا بمعنى ان، انا مش جايبهم من البيت وجاي، فاهم انت؟ اكيد مش هجيبهم من البيت واجي احطهم واقول يلا هشرح ايه، فالعيال كده ما حضرتش. لا ركز معايا بقى. يبقى انت معاك 3 حروف جر بمعنى ان. واحد نبيه قال لي بقول لك ايه هي، ومكشر لي كده، بقول لك ايه؟ بقول له اتفضل، محتاج ايه يا ابراهيم؟ انا تخيلت ان هو اسمه ابراهيم. قال لي انت لسه قايل لي ان فوق معناها في، هو حضرتك نازل تحت تقول لي معناها الى؟ بقول له يا هيم وطي صوتك. بقول لي ثواني بس يا هير بعد اذن حضرتك انا عايز افهم، ده انا ما بزعقش، ده انا منفعل. قلت له طب اتنقل لي عجل يهبل وركز معايا بقى في اللي هقوله. في عندك 2 ان اللي فوق كانت بمعنى في، لكن ان دي بمعنى الى، والثانيه كانت بتعمل ضطيف ولا اكوزاتيف؟ هرش في دماغه وقال لي اكوزاتيف. قلت له دي بتعمل ضطيف.
قال لي يا نهار اسود على اللخبطه والكلكعه. يا عم بسيطه، سيبها سلمها لله بس، وثم الى العبد الفقير الى الله، فالدنيا هتمشي ان شاء الله. واعمل لك مقارنه ما بينهم تحت، كمل معايا المقارنه تبقى لذيذه كده وتوضح لك الكلام. طيب ناخ الاولى بتعمل ايه هير؟ اكوزاتيف ولا لطيف؟ بقول لك لا، دي ناخ دي انا مسميها البطه الطيبه. ايه؟ البطه الطيبه، ولا بتعمل اكوزاتيف ولا لطيف، حاجه كده استقلانس في نفسها ورايقه. بتيجي مع ايه؟ والله لو انا عايز اقول انا رايح قاره او بلد او مدينه او اسم حي او منزل او رايح شمال او يمين، بقول كلمه ناخ. يبقى ناخ بتيجي مع ايه؟ مع اكبر حاجه انت عايش فيها، ايه؟ القاره. ناخ بتيجي مع الايه؟ مع القارات. صغر ايدك شويه، بلاد، مدن، اسماء احياء، منازل، يمينا ويسارا. يبقى ناخ بتيجي مع ايه؟ اكبر حاجه انت عايش فيها، قاره. تمام. صغر ايدك شويه، بلد. اشتغل معايا كده، بلد. صغر ايدك كمان، احياء، هوبا، منازل، يمين شمال. يبقى انت ناخ بتيجي مع ايه؟ مع القارات، مع البلاد، مع المدن، مع اسماء الاحياء، مع المنازل، مع كلمه لينكس وريشتس. اوكيشن. قال لك بتيجي مع القاره، بتيجي مع القارات، اوروبا، افريقيا بقى، امريكا الشماليه، جنوبيه، ايا كان. بلد، دوتشلاند، مدينه، كايرو، اسماء احياء، ماشي. قول برلين. رايح الى المنزل، ركز لي عليها كويس قوي دي. رايح الى المنزل، رايح الى المنزل ناخ هاوزي. رايح شمال، رايح ريشتس. رايح يمين، ناخ لينكس يسارا. يبقى انت عندك ناخ بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع مع القارات والبلاد واسماء المدن والاحياء والمنازل، ويمينا ويسارا بيجي معاهم كلمه ناخ. لو انا عايز اقول رايح الى المكان الفلاني هقول كذا، واسال عنه بحاجه اسمها فوهين. فوهين معناها ايه؟ الى اين؟ الى ايه؟ اين؟ فبقول لك الى اين تذهب انت؟ تقول لي رايح الى النادي، الى الجزيره، الى محمد، الى عماد، الى كذا، الى. واضحه معاك؟ يبقى انت ناخ بتيجي مع ايه؟ خلاص انا حفظتها. بتيجي مع القارات، وبتيجي مع المدن، وبتيجي مع الاحياء، وبتيجي مع اسماء مع المنازل واسماء المدن، وشمال ويمين وهاوز، والدنيا ماشيه. طيب تسو بتعمل لطيف. تسو دي بتيجي ايه؟ معناها الى برضه، بس كل واحده من دول هي ليها شغلان. العمليه مش سايحه كده. يعني الالمان منظمين جدا اصلا في حياتهم اليوميه، ويومهم بيبدا امتى وبيخلص امتى. مش يومهم عباسي كده زيك، فاهمني؟ انت بتصحى على الله بقى، شوف الدنيا بتحكي في ايه، فاهمني؟ لا، هم الدنيا عندهم متهندله شويتين في حته النظام والمواعيد وكده، فاكيد مش هيجي عند اللغه بتاعتهم وهيهبلوا يعني. تمام. فانت عندك كده ناخ معناها ايه؟ معناها الى. وتسو معناها الى. ناخ بتيجي مع ايه؟ خلاص عرفت. تسو بتيجي مع الاشخاص واماكن لها اداه. بتيجي مع شخص ومكان انا رايحه. شخص ومكان انا رايحه بس ليه ارتكل. تمام. زي ايه هي؟ بقول لك انا الى اين تذهب انت، فانت بتقول لي الى النادي. النادي دي ليه اداه عندهم هناك. رايح الى المسرح، رايح الى السينما، رايح الى خالي، الى عمي. خالي الى عمي، ما اشخاص. يبقى تسو بتيجي مع الاشخاص والاماكن اللي انا اللي معاها ارتكل وبدخلها. طيب فوهين جهز تدو ايش جهز تسو ديم. تسو ديم دي كمل معايا ارتس، او تسو احمد، او تسور شولي. بص يا معلم بقى، عندك اختصارات في اللغه الالمانيه انا حاططها لك تحت. الكلمه لو اداتها ديم، ايه ديم دي؟ ما اتفقنا بقى. دير وداس، دير وداس ديم، ماشي. دير وداس ديم، ودي دير، صح هير وكله تمام. فانت عندك هنا لو حاجه رايح لها او شخص، لا اقول هتسوم لا تسور. هقول تسوم امتى؟ تسوم يا هير ده اختصار كده، بدل ما اقول تسو ديم بقول تسوم. تمام اهو. تسو ديم هتختصرها في كلمه تسوم. يبقى لو انت رايح حد اداته دير او داس تقول تسوم، رايح لحد الارتكل بتاعه دير او داس بتقول تسوم. طب لو انا رايح لحد اداته دي هقول ايه؟ تسور. تسو زائد كلمه دير بتساوي ايه؟ تسور. بدل ما اقوله تسو دير بقوله تسور. يبقى دير وداس تسوم، دي تسور لو انا رايح لشخص تاني، لو انا رايح لشخص او رايح لمكان تاني. لو رايح لشخص او رايح لمكان هبدا اقول تسوم او تسور.
على حسب ايه؟ على حسب الاداه بتاعته، سواء دير او داس تسوم دي تسور. يبقى فوهين جهست دو اش جه تسوم ارتست الى ايه؟ الى الطبيب. تسوم اونكل الى عم تسوم فاتا. تمام. طيب لو انا عايز اروح لشخص، واحد قال لي يا هير لو قلت تسوم ولا تسور، هو احمد يا صديقي العزيز هل له ارتكل؟ لا ليس له ارتكل، فهتديها تسو. تمام. يبقى انت اسم شخص هياخد تسو عشان ملوش ارتكل. طيب هنا شولي، فشولي اداتها دي اتحولت الى داع، يبقى تسو دير هتختصرها في كلمه ايه؟ تسور شولي. فيها مشكله كده؟ تاني، يبقى انت ناخ بتيجي مع شويه حاجات، قارات وبلاد ومدن واسماء احياء ومنازل ويمين وشمال، دي كلمه ناخ. خلصنا منها؟ خلصنا منها. طب كلمه سو بتيجي مع اشخاص واماكن لها اداه تعريف. يعني لو انا حد رايح له شخص او مكان هدخله، هرايحه هقول تسور او تسوم. تسوم مع دي او داس، تسور مع اي حاجه اداتها ايه؟ دي. ان بمعنى الى. طيب دي كانت بتعمل اكوزاتيف او داتيف؟ لا، دي بتعمل داتيف، دي بتعمل اكوزاتيف. قال لك دي بتيجي مع البلاد. واحد قال له هوب اقفش، انا مش فاهم، مش دي كانت بتيجي مع بلاد؟ قلت لك اه. طب ودي هتيجي مع بلاد؟ انت فنان قوي كده ليه؟ اه. فقال لي اختار انهي لما هتجيلي، اختار انهي لما تجيلي. تعالى لي بقى هنا، دي كانت بتيجي مع اي حاجه ملهاش ارتكل، بلد او قاره او مدينه ملهاش ارتكل، لكن دي في شويه مدن في اللغه الالمانيه بياخدوا ارتكل بيجوا مع دي. يعني انت عايز تقول لي ايه؟ تعال، البلاد التي لها اداه والاماكن التي ندخلها. ركز لي على الجزء الاولاني، اماكن ليها ايه؟ اداه. يبقى اي كلمه ليها اداه هتاخد ان لو المكان ده انا ايه؟ رايح له. طب ايه الاماكن؟ ايه البلاد بقى؟ فقال لك هنا شفايتس وتركاي هم ارتكل دي. لو انا رايح البلد دي، بلد انا رايحها، هقول ان دي تركاي وان دي شفايتس. لو انا رايح البلد اقول ان دي تركاي ان دي شفايتس. طيب العراق، تمام، هي ارتكل ديع، ففي حاله الاكوزاتيف الدير بتتحول الى دين. زودن او زودان اللي هي السودان، دير اتحولت لدين. نفس الكلام، دير اتحولت الى دين. شفارتسفالد الغابات السوداء، منطقه هناك في المانيا. بالمناسبه شفارتسفالد دي بيعملوا فيها دي اماكن سياحيه، بيروحوا يخيموا هناك ويقعدوا اجواء فعلا غابه. شفارتسفالد. طيب يبقى انت عندك هنا ان بتعمل اكوزاتيف، وايه اللي كان بيحصل في الاكوزاتيف؟ الدير فقط هي اللي كانت بتتحول الى الدين. الدير اللي هي الاخيره اي ار، دير منطقه اهو. بص يعني ايه دير؟ يعني اقول لك ايه؟ طيب ماشي، بوضحها لك على الاخر عشان ما تقولش داع فتقول ده داع دي كان قاصد بيها الدين مؤنث. لا اهو، انا عارفك انت طالب شقيان وكحيان وغلبان وبص على الله خالص، فانا جايب لك من تحت. يبقى انت عندك هنا الكلمه المذكره اللي هي دي بتتحول الى دين، يبقى الدير بتتحول الى دين. طب والضص؟ ضص زي ما هي ما بتتحولش في الاكوزاتيف. طب والدي المؤنث؟ ما بتتحولش برضه هي. يبقى الدير والضص والدي الجمع زي ما هما، ضص ودي ودي، والجمع الداع بتتحول الى دين. اوكيشن. طب دي يو اس اي هي اسمها الولايات المتحدة ولايات، فهي الكلمة أصلا إيه؟ كلمة جمع. ولايات فكلمة جمع، فدي. طيب إنس هنختصرها في كلمة إنداس، هنختصرها في كلمة إنس. إنداس إن زائد داس هنختصرها في كلمة إيه؟ إنس. عايز أقول أنا رايح إلى السينما إنس كينو، إلى المسرح إنس تياتا، إنس شفين باد. إن دي أوبرا، دي أرتكل دي، فضلت دي. تاني يبقى انت عندك هنا ان الاخيره دي بمعنى ايه؟ بتستخدمها في ايه؟ والله لو انا رايح لايه؟ لمدينه او المكان ليه ارتكل، بتعمل ايه؟ مدينه ليها ارتكل طبعا. تمام. بتعمل ايه؟ بتعمل اكوزاتيف. اتفقنا؟ افرق بين دي وبين دي ازاي؟ دي شويه بلاد ليها ارتكل، دي بتيجي مع اي حاجه. لو انا رايح بقول الى رايح الى مصر، فمصر مالهاش ارتكل. المانيا ذات نفسها مالهاش ارتكل. استغايش مالهاش ارتكل. بلاد كتير عندك، كل البلاد مالهاش ارتكل غير اللي انا كاتبهم لك دول. تمام؟ يبقى انت شفايتس وتركاي هم ارتكل دي، فضلوا زي ما هو. دول كلهم دير اتحولوا الى دين،
يبقى لو انا مكان رايح له، بستخدم فيه الاكوزاتيف مع ان. لو مكان رايح له بستخدم فيه الاكوزاتيف مع ان. يبقى ان دي شفايتس، ان دي تركيا، ان دي ايران، ان دي السودان، ان دي لبنان، ان دي شفارتسفالز، ان دي يو اس ا، انس كينو. انس بقى نخسرها في كلمه ايه؟ هي اختصار كلمه اندس. ان ديم هنخسرها في كلمه ان بمعنى فيه. انس لو انا مكان رايح له الى لو دير او داس الى مع دي. طب تعالى نشوف الكلام بيحكي في ايه. قال لك هنا مورجن جيهن الصبح هنذهب احنا شتات تياتر. واحد قال لي شتات ارتكل دي وتياتر ارتكل داس. انا دلوقتي عندي، ركز معايا في الحته دي عشان زمايلك معظمهم بيغلطوا فيها. انت عندك هنا دي دير ودي داس. يهر اخد على انهي ارتكل؟ عود نفسك بقى لما تيجي الحته زي دي هتاخد على ارتكل الكلمه الاخيره. الكلمه الايه الاخيره في اللغه الالمانيه. فانت عندك شتات وتياتر، يبقى انت هتاخد على الارتكل الكلمه الاخيره، فانت هتصرف مع داس. حلو. طيب انا رايح للمكان ده صح؟ احنا رايحين الى السينما او الى المسرح، يبقى الفعل ده اسمه ايه؟ اسمه الى. هقول رايح الى ولا رايح في؟ لا يا هرد رايح الى. فالى هنا كانت بتعمل اكوزاتيف ولا داتيف؟ لا والله ده الى اللي بمعنى فيه كانت بتعمل اكوزاتيف. فانت دي ارتكل ايه داس، فانت عايز انس اللي هي اختصار ايه؟ اختصار ايه؟ اختصار كلمه ان بلس داس بتساوي كلمه ايه؟ انس. اتفقنا؟ طيب السؤال الثاني قال لك هير رود ist jetzt Hause und seht fern. بيقول لك هنا الاستاذ كذا بيكون دلوقتي، بيكون فيه ولا بيكون الى؟ دي بس اللي عايز اقولها. فواحد قال لي بيكون فيه، فقلت له هتختار ايه؟ قال لي هختار ان. قلت له لا. قال لي ليه بقى؟ ما الدنيا كانت ماشيه حلوه. كلمه هاوز دي هي في اللغه الالمانيه كلمه هاوز دي شاذه شويه. لو انا عايز اقول انا رايح الى بقول ناخ، زي ما انا قلت لك فوق ناخ هاوزي، تمام. لكن عايز اقول انا في البيت بقول تسو هاوزي، تمام. يبقى تسو هاوزي معناها في المنزل. اللي بعده مارك فو فارست دو جيسترن. انت كنت فين امبارح؟ ماين اونكل. كنت فين؟ كنت فين؟ هقول الى ولا فيه؟ لا بقول انا كنت فيه. اتفقنا؟ يبقى انت عندك هنا كلمه ان بمعنى الى بتاخد افعال داله على الايه؟ على الحركه. لكن بتاع اللي بمعنى فيه افعال داله على السكون، وهننزل لها تحت وهنفهمها. فهنا بيقول له اين كنت بالامس؟ قال له ايه بقى؟ عند. فواحد قال لي عند فشخص فانا عندي هنا بسال بباي على الاشخاص، ما ينفعش اقول الى او تسو او الكلام ده كله، تمام. بايم ولا باي؟ ما دي هيرد اصلا ماينم دي هنا متصرفه مع الدقيق، فما ينفعش اقول له بايم ماينم، صح؟ يبقى باي الساده دي. 4 يتس جه ايش جرادي هاوزي. دلوقتي انا رايح الى المنزل هاوز، تمام. الهاوز دي كانت بتيجي ايه؟ هنا ناخ وتسو وان. ان كانت بتيجي مع البلاد اللي ليها ارتكل اول حاجه او اماكن بندخلها، تمام. طيب تسو بتيجي مع الاشخاص والاماكن اللي عليها اداه تعريف. ناخ ناخ عاوزي قارات وبلاد ومدن واحياء ومدن وعاوزي وشمال ويمين خلصنا من القصه الحزينه المؤلمه دي فوق. نوها وانا، نوها وانا رايحين لاصدقائنا. جمع ولا مش جمع؟ قال لي جمع. قلت له طب وفي الجمع في حاله الضطيف الدي المؤنث بتتحول الى اللدين بلس ان، وادي الان. يبقى انا عايز دين. فين دين؟ انظري. تعالى نبدا. مت ولا تسو؟ قال لي هنا احنا عندنا مت وعندي تسو. انا بقول هنا انا رايح بواسطه او مع صاحبي ولا رايح الى صاحبي؟ قال لي لا نوها اوند ايش جه. يبقى تسو بتيجي مع الاشخاص، تسو بتيجي مع الايه؟ مع الاشخاص. رقم 6 قال لي ان دين في افرغين فاغن فيا تركيا. قال لي واحده واحده بقى، خلي الكلام يتقل كده. انا هبدا اصفيهم واحده واحده وهفتكر الدرس. نقرب بلاد مدن احياء منازل.
اليمين ويسار، فدي تركيا. فقلت له، قال لي طب ما هي هير ما هتنفع نخ، ما بتيجي مع البلاد. قلت لك تركيا دي كانت ليها ارتكل، كان ليها ارتكل، فارتكل هتيجي معاه ايه؟ ما بتجيش معاه نخ. اتسور بتيجي مع الاشخاص والاماكن اللي انا ايه اللي ليها ارتكل او الاماكن اللي انا بخشها، مش هتنفع لا دي لا دي لا دي لا دي. في ان عندي بتعمل داتيف وان عندي بتعمل اكوزاتيف. طب دي معناها ايه؟ دي ارتكل دي ارتكل دي، يبقى ما حولتش الدي الى دير، فدي كده معايا معناها الى، فاللي هي بتعمل اكوزاتيف. طب وان دي بتعمل داتيف عشان حولت الدي الى دير. فهنا انا عايز اقول انا في تركيا ولا رايح تركيا؟ والله لو رايح الى تركيا هتبقى ان دي، في تركيا انديا فيسأل لك هنا في الاجازه او في العطله هنسافر احنا تركيا، يبقى ايه؟ الى تركيا. يهر مش فاهم، حاضر تعالى لي بقى. دي بقى نهايه الدرس بتاعنا والزبط بقى بتاعتنا. قال لك هنا في ان بتعمل لطيف وفي ان بتعمل اكوزاتيف معناها الى. قال لك هنا الافعال هي 100% الافعال، لازم تحفظ لي افعال معناها الى وافعال معناها في، او افعال بتيجي مع الى لو انا مسافر، لو انا رايح، لو انا همشي، لو انا هسافر، وافعال بتيجي مع في. طيب قال لك هنا افعال دل على الحركه. كومن، جيهن، فليجن، فاغن، رايزن. كومن ياتي، جين يذهب، فارن يسافر، فليجن يسافر طيران، رايزن يعمل رحله. لو انا بقول انا رايح الى او هذهب الى او مسافر الى او هطير سافر طيران الى او هعمل رحله الى، صح كده؟ يبقى هنا عندك ان دي اللي بمعنى الى. بسأل اول حاجه عنها فوهين. فوهين معناها الى ايه؟ الى اين؟ وبتعمل اكوزاتيف. يبقى انت الافعال الداله على الحركه والانتقال من مكان الى اخر بسأل عنها بإلى. اتفقنا؟ طيب امال الداتيف افعال داله على السكون، بقول في وبسأل عنها بفو. فو معناها ايه؟ معناها اين. افعال داله على السكون بكون، زاين، بلايبن، بامبوس، اشتين، بقى، فونن، اربايتن، بسكن، بعمل. بقول انا شغال فيه، ساكن فيه، صح كده؟ واقف فيه. يبقى اي حاجه من الافعال دي هتستخدم معاها حاجه بتعمل داتيف. تاني بقى، يبقى انت معاك ان بتعمل الى وان بتعمل فيه. ببص على الفعل، والله هير لقيت الفعل دال على الحركه، فارن، كومن، جيهن، رايزن، فليجن، بقول الى. فوهي وبسأل عنه فوهين وبيعمل ايه؟ الى ده بيعمل اكوزاتيف. طيب الناحيه الثانيه فون. فو هنا بقى ايه؟ معناها اين. الرد بتاعها بان. بقول لك اين تكون، هتقول لي انا بكون، صح كده؟ اين تسكن؟ يبقى انت عندك بيجي مع فعل زاين، يكون، بلايبن، يمكث، شتين، يقف، فونن، يسكن، اربايتن، يعمل. يبقى انت معاك الافعال دي اللي دل على حاله الايه؟ السكون. اتمنى تكون واضحه معاك. اقولها لك مره كمان. معاك حرف جر معناه الى، بسأل عنه بفوهين، بتيجي مع افعال داله على الحركه. طب الى ده بيعمل اكوزاتيف ولا ضيف؟ لا، الى ده بيعمل اكوزاتيف. اتفقنا؟ اتفقنا. يعني ايه اكوزاتيف؟ يعني الدير هتتحول الى دين، والضص هتبقى انس، والدي هتبقى اندي، والدي جمع اندي. يعني كله زي ما هو، مفيش الدير بتتحول الى ايه؟ الى دين بس. طب ايه هو الضطيف؟ الداع والضص هيبقى ام. بقول انا رايح، انا بكون فيه، تبقى ام، وام دي لو فكيتها تبقى انديم. دي بتتحول الى دي انداع، ودي اندي الجمع اندي. يبقى انت عندك الخمس افعال دول والخمس افعال دول. اتفقنا؟ بكون في ضطيف، بمكث في ضطيف، وهكذا. وجايب لك شويه اسئله على الكلام ده. ام اوبند جي فاميلي باور تياتر. ارتكل داس. تمام؟ طيب فعل حركه ولا سكون؟ جين. لا، جين ده هير فعل يدل على الحركه. حركه يعني ايه؟ اكوزاتيف ولا لطيف؟ لا، حركه يعني اكوزاتيف. حلو. الاكوزاتيف كان بيعمل ايه مع الداس؟ بتبقى ان داس، باختصارها في كلمه ايه؟ انس. طيب هاني فا جيست نشت der Schule. هاني كان بالامس. ماضي ماشي على عيني وعلى راسي. حركه ولا سكون كان ده؟ لا يا هير ده كان ده سكون.
بيدل على الايه؟ على السكون. فانا عايز دطيف ولا اكوزاتيف؟ لا، الحاجات اللي بتيجي في السكون بتيجي مع الدطيف. ايه؟ عسل وعاش عليك، برافو عليك، عظمه يا ابني والله، ايه الجمدان ده. فقال لي هنا ماضي بيعمل ايه؟ دطيف. قال لي هنا دطيف، اختار لها ايه بقى؟ ام انس مش هتنفع، ولا اندين؟ حبيب اخوك هو كده كده جايب لك الايه؟ الارتكل. فانت عايز حاجه من غير ارتكل وهو مسهلها لك خالص. يا عم يا رب تجيلك في الامتحان كده وايه؟ وتبصيها والدنيا تمشي معاك. انفوخن اند جيهن فير، في نهايه الاسبوع احنا هنذهب الاوبرا. ارتكل الاوبرا، ارتكل دي. احنا رايحين ولا احنا قاعدين؟ لا انا بذهب. افعال دل على الحركه والانتقال من مكان الى مكان، كانت بتعمل اكوزاتيف. تخيل كده الاكوزاتيف هو خفيف. الاكوزاتيف تخيل ان هو خفيف. افعال دل على الايه؟ على الحركه، بيتحرك. فارن، كومن، جين، فليجن، رايزن، افعال دل على الايه؟ على الحركه. فيا صديقي العزيز، ما دام فعل دال على الحركه، جه هنا هو يذهب، فبقول ده يذهب، ده هيذهب الى، والى دي بتعمل ايه؟ اكوزاتيف. ودي ارتكل، دي هتنزل دي. طيب كارلا است استغايش جيبورن، اتولدت في استراليا، في النمسا. اتولدت في النمسا. كارلا بتكون من، بقول ينفع اقول بتكون من استراليا اتولدت، ولا بتكون في؟ بتكون في. فهستبعد دي وهستبعد دي. هنا بيكون ده بيعمل اكوزاتيف ولا بيعمل دطيف؟ قال لي هير بيعمل دطيف. قلت له حلو. فقال لي اختار ام. قلت له ليه بقى يا صديقي؟ قال لي عشان الدطيف الان بتتحول الى ديم وبتاع. قلت له ما هو استرايش دي اللي هي النمسا ليها ارتكل؟ قال لي مش عارف. قلت له لا افتكر دي تركيا، تمام، والنمسا تركيا وسويسرا، النمسا اللي قدامك دي تركيا والنمسا ولبنان والسودان وايران وامريكا وشفارتسفالد اللي هي الغابات السوداء، هم اللي كان لهم ارتكل في المنهج عندك كله. فاستغايش مش من ضمنهم، فهتنزل ان عادي. لو انا بقول ان ايطاليا عادي تنزل ان ايطاليا. ان ايجيبتن عادي، ما لهمش ارتكل. النمسا استغايش ملهاش ارتكل. 5 فاغس دول تيست فوخندي بيرجن. قال لي بيرجن. قلت له قلت له بص ركز معايا، لان هو ده في حاله الجمع، والجمع خداع شويه. انت مش مدي الامان، لان انت عمال تحل في جرامر مثلا. لو اجيب لك، لو انت بتحل 10 اسئله جرامر، فممكن يروح مديك واحد بس جمع، تمام. فانت هتتزود بطبيعه الحال اللي انت مخك ده مترتب على الايه؟ على المفرد، مفرد، تلاقي جمع فتعديه في حاله المفرد برضو عادي. بس انت لو ركزت معايا هنا في حاله الدطيف، ده كله بيعمل دطيف صح او اكوزاتيف. فانا عندي حرف اسمه حرف ان هنا في الاخر، برجن. هو الجبال يعني برجن يعني جمع هنا. فالجمع اخره ان، فدين بلوس ان. فين الدين بقى؟ اهي. طيب اخر سؤال هنحله مع بعض عشان المده بتاعتنا ما تطولش قوي. قال لك كوميس دومت، هل هتيجي معايا اشفين بط الى حمام السباحه ولا في حمام السباحه؟ لا هتيجي الى. طيب انا عرفت الى منين؟ كوميس اهو، افعال دل على الحركه. كوميس تجين فليجن رايزن الى. فالى بيعمل ايه؟ الى هير بيعمل اكوزاتيف. هتبقى ام؟ لا هتبقى انس. الحمد لله. ربنا يعيننا بقى ان شاء الله كده، وننزل المنهج كله على اليوتيوب. حابب بقى تقول لي نعمل لك المواقف، لان انا ما بنزلش مواقف خالص، ماسك في الجرامر بس الفتره دي، تمام. عايز نعمل لك محاضرات تانية برضو، اكتب لي قول لي ايه، اعمل لنا محاضرات تانية، تمام. يا رب دايما اشوفكم في احسن حال دايما، ومحققين اللي انتوا عايزينه. ربنا يوفقكم دفعه الحبايب. تشوس.